سمعت قبل كده عن حاجة اسمها الكتف المتجمد أو الكتف المتيبس؟ طب حصل قبل كده إنك ما قدرتش تجيب المحفظة من جيب البنطلون اللي ورا، أو ما قدرتيش ترفعي إيدك علشان تسرحي شعرك؟ فالخبر الوحش هنا هو إن أنت أو أنتِ بتعانوا من حاجة اسمها الكتف المتجمد أو الفروزن شولدر، لكن الخبر الحلو هنا هو إن العلاج الطبيعي هو البيج هيرو أصلًا لعلاج المشكلة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الدكتورة نانسي محمود، والنهارده في ميد توكس هنتكلم عن حالة الفروزن شولدر أو الكتف المتجمد بقى أو الكتف المتيبس أو الأدهيزيف كابسيولايتس أيا كان هتقولها إيه. الكتف المتجمد دي حالة بيحصل فيها تيبس وألم في مفصل الكتف، وده بيخلي حركة الكتف محدودة. غالبا الحالة دي بتبدأ بألم بسيط بيزيد مع مرور الوقت، وبعد كده الحركة بتبدأ إن هي تقل تدريجيا. الحالة دي شائعة أكتر عند الناس اللي هم فوق سن ال40 وخصوصا مرضى السكر. إيه هي بقى التمارين اللي لو شخص بيعاني من frozen shoulder يقدر إن هو يعملها في البيت؟ أول حاجة هيعمل حاجة اسمها البندوليوم اكسرسايز. البندوليوم اكسرسايز دي أنا بستخدمها كتسخين للحركة بس، يعني كتسخين أو بهيئ الكتف بتاعي للحركة. طيب زي ما هيظهر في الفيديو دلوقتي هو إن أنا بسند بإيدي السليمة على أي حاجة، وإيدي اللي فيها مشكلة هنفترض مثلا إن إيدي اليمين فيها مشكلة، وهيبدأ إن هو يعمل دواير بإيديه، دواير ويتحرك لقدام ويتحرك لورا وللجنبين وهكذا، والموضوع ده هيستمر 3 ل 5 دقايق. زي ما انا قلت البندوليوم اكسرسايزز تسخين او ان انا بهيئ الكتف بتاعي للحركه او للتمارين اللي هتيجي بعد. طيب ايه هي بقى التمارين اللي احنا هنعملها بعد البندوليوم اكسرسايزز؟ اول حاجه هنعمل تمارين الستيك او الوند او العصايه، اي عصايه موجوده في البيت. انا لقيت والله عصايه المقشه اهي، عصايه المقشه ماشي. هنعمل ايه بقى بالعصايه؟ هنعمل شويه حاجات، كذا حاجه مع بعض، يعني كذا تمرين هنعمله. اول حاجه هنعمل التمرين بتاع الاكسترنال روتيشن. الحركه دي بنسميها الاكسترنال روتيشن، ودي اكتر حركه بتتاثر معايا في الفروزن شولدر. طيب هنعمل ايه؟ طبعا هو ايدي هتبقى ثابته جنب جسمي بالظبط كده، والحركه بتاعتي هتبقى بالشكل ده كده. تمام. طبعا هو دلوقتي عنده مشكله وهو مش قادر يحرك الكتف بتاعه. تمام. الفكره بتاعت العصايه هنا هو ان انا هستخدم الايد السليمه ان هي تحرك او تزق معايا الايد اللي فيها مشكله. ازاي؟ دلوقتي وهو بيتحرك انا هقول له يتحرك بالشكل ده ماشي، وقف عند النقطه دي وبيقول لك انا مش قادر اكمل، مش قادر يكمل الحركه بتاعته. طب هيعمل ايه؟ هو ايه التعليمات اللي انا هقولها له؟ هقول له يتحرك بايده السليمه، هقول له زق بيها ايدك الايه اللي فيها مشكله، تفضل تزق لحد ما تحس بشد، اقف عند اللحظه دي 20 30 ثانيه، وبعد كده قوم راجع تاني. ماشي. نكمل اهو لحد ما يقف. هقول له يزق بايده السليمه شويه، هيزق شويه لحد ما يحس بشد، وبعد كده يقوم راجع تاني، يقف 20 30 ثانيه وبعد كده يقوم راجع تاني. الموضوع ده يكرره حوالي 3 عدات او 3 مجموعات، كل مجموعه فيهم 10 مرات. تمام. دي اول حركه ممكن نعملها بالاستيك. طيب تاني حاجه ممكن اعملها ايه؟ هجيب برضو العصايه زي ما انا ماسكاها كده، بس المره دي الحركه هتبقى كده ماشي. طيب دلوقتي انا ماسكه العصايه بالشكل ده، وهبدا اقول له ان هو يرفع ايده لفوق كده ماشي. وقف عند النقطه دي وهيقول لي انا مش قادر اكمل. طب هعمل ايه؟ هقول له زق بايدك السليمه، زق لفوق ماشي لحد ما تحس بشد، وبعد كده اقف عند اللحظه دي 20 30 ثانيه، وبعد كده نرجع تاني. هو الموضوع مش باين قوي وانا قاعد، بس كده بالظبط هو بيبقى كده بالظبط. هنرفع ماشي لحد ما يوقف، وبعد كده هقول له اتحرك بايدك السليمه او زق بايدك السليمه شويه لحد ما تحس بشد، وبعد كده استنى حوالي 20 30 ثانيه، وبعد كده نراجع تاني. برضه هنكرر الموضوع ده 3 مجموعات، كل مجموعه فيهم 10 مرات. دي تاني حاجه نعملها بالعصايه. تالت حاجه بقى وهي الفليكشن. طبعا العصايه تبقى بالشكل ده في ايدك، وبرضه هطلع لفوق. هو طالع هيقول لك انا مش قادر اكمل، هقول له ايه؟ زق بايدك السليمه وزق لفوق شويه لحد ما تحس بشد. اول ما تحس بشد اقف 20 30 ثانيه، وبعد كده قوم راجع تاني. بالظبط كده. هطلع، هيقف، هزق شويه لفوق لحد ما يحس بشد، وبعد كده نستنى 20 30 ثانيه، وبعد كده ارجع تاني، وهكذا. اكرر الموضوع ده برضو 3 عدات او 3 مجموعات، كل مجموعه فيهم 10 مرات. بعد كده برضو ايه اللي ممكن اعمله بقى؟ هجيب العصايه لورا، يعني انا كنت حاطاها لقدام، المره دي هلف ايدي لورا. طبعا مش عارفه اعملها وانا قاعده، بس هحط لكم الفيديو بتاعها دلوقتي ازاي نعملها. احط العصايه ورا، برضو اقوم رافعه لورا، هقوم رافعه ايدي لورا لحد بقى ما يحس ان هو مش قادر خالص. بعد كده هقول له زق بايدك السليمه شويه لحد ما تحس بشد، تقف عنده 20 30 ثانيه، وبعد كده قوم راجع تاني. نكرر الموضوع ده 3 مجموعات، كل مجموعه فيهم 10 مرات. كده يبقى احنا خلصنا التمارين اللي انا ممكن استخدم فيها العصايه. بعد كده هنعمل ايه؟ هنجيب فوطه او اي حته قماشه. انا جايبه فوطه هنا طيب هنعمل ايه؟ هحط ايدي ورا ظهري ماشي كده، وبعد كده همسك طرف الفوطه ده بايدي اللي ورا ظهري، والطرف التاني همسكه بايدي اللي قدام بالشكل ده كده. حطيت الفوطه اهي، ماسكه بيها الايه الطرف، ماسكه بايدي اللي فيها مشكله طرف الفوطه اللي ايه اللي تحت، والطرف التاني ماسكاه بالايد اللي قدام. وبعد كده هعمل ايه؟ هزق كده، هشد كده وايدي تطلع معايا لفوق، هزق وايدي تطلع معايا لفوق، بس لحد ما يحس بشد هقول له وقف 20 30 ثانيه، وبعد كده ارجع تاني، ونكرر الموضوع ده اهو. هشد وايدي تطلع معايا لفوق لحد ما يحس بشد،
20 30 ثانيه، وبعد كده ايه ننزل تاني نكرر الموضوع ده برده 3 مجموعات، كل مجموعه فيهم كام 10 مرات. الاسترتش اللي بعد كده هو اسمه الكروس بادي ستريتش. هعمل الكروس بادي ستريتش ازاي؟ بيعملوه عادي في الجيم، هو ده ماشي، واسبت حوالي 10 ثواني، اكرر الموضوع ده 10 مرات. تمام، ده اسمه كروس بادي ستريتش. طيب بعد كده عندي الوول كلايمنج. الوول كلايمنج ده ازاي؟ ان انا جنب الحيطه هبدا ان انا بنسميها تسلق الحيطه بالصوابع كده، يعني مثلا الحيطه دي كده بطلع عليها كده. طيب هقف ازاي؟ مره الحيطه جنبي وهطلع على الحيطه بصوابعي كده لحد ما احس بشد، ماشي، وانزل بنفس الفكره، يعني ما انزلش مره واحده، انزل بنفس الفكره كده. تمام، اطلع وانزل مره الحيطه وهي جنبي، ومره الحيطه وهي قدامي، يعني انا واقف قدام الحيطه وهطلع عليها كده، ومره وهي جنبي وهطلع عليها كده برده، وانزل بنفس الفكره، ما انزلش على طول، انزل برده ايه بصوابعي كده. تمام، دي كانت الاكسرسايزز اللي انا ممكن اقدر اعملها في البيت. لازم نكون عارفين ان مش دي الاكسرسايزز بس اللي بنعملها للفروزن شولدر، في حاجات ثانيه كتير، بس عامه مش هتقدر تعملها لوحدك في البيت، بس انا بقول الاكسرسايزز اللي نقدر نعملها في البيت. وبس، دي كانت حلقتنا النهارده عن الفروزن شولدر. لو بتعاني من الفروزن شولدر سيف الفيديو واعمل الاكسرسايزز اللي انا قلت عليها وشوف النتيجه، وطبعا النتيجه مش من يوم وليله، ده اكيد يعني. تمام، لو تعرف حد بقى عنده الفروزن شولدر او بيعاني من كتفه فممكن تشير الفيديو. واخيرا ما تنساش اللايك وسبسكرايب والشير وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.